دي بنت بتعمل تحديات اكل في السعوديه مشهوره قوي، اتفرجوا بقى. وتحدي اليوم المفطح، فطح كامل. تتوقع بقد ايش اقدر اخلصه؟ مفطح كامل دي هتاكل خروف. ما شاء الله. انه ياكل خروفين على العشاء. سمي الله سمي الله. خش يا باشا. تحدي المفطح اللي كنتوا بتطلبوه مني، وكنت مره متوتره وخايفه من هذا اليوم. ما شاء الله. اول ما دخل الخروف حسيت اني ممكن افشل وما اقدر اكمل التحدي. جابته على عظمه. بدأنا نفك الخروف وطلعت ريحته، حسيت اني مره اشتهيته والفريق حمسني ورجعت لي الثقه من ثاني. يا نهار اسود. كان لذيذ بس مره صعب. هنزل فيديو كامل بكل التفاصيل والكواليس في الأحمر. وهنا استعنت بعبد الرحمن عشان يساعدني في تقطيع الخروف، ولو اللحم كان بدون عظم ودايب اكثر اتوقع كنت خلصته في وقت قياسي. ايش رايكم انتم؟ وقت قياسي ومش باقي منه حاجه بس بدون الرز والشحم. وفي هذه المرحله بدات اتقل من كميه الاكل، فقلت اقعد عشان اكمل باقي التحدي باستمتاع. ما شاء الله. فرمته. عارف الفار الصغير اللي كان في توم اند جيري اللي جه كل الديك الروم؟ ما شاء الله. كلته كله في نص ساعه، 27 دقيقه. ما شاء الله. ده ولا شريطين سبازمو دايجستين يعملوا حاجه. ما شاء الله. في ايه يا بنتي؟